يومك دايما ملخبط ومش عارف تركز او تنجز اي حاجه، يبقى لازم تعمل اعاده ضبط مصنع لحياتك وتبدا يومك وانت في قمه طاقتك. الموضوع مش محتاج معجزه، هو محتاج روتين عادات صح. وهقول لك دلوقتي على 10 نصايح لو مشيت عليهم يومك هيكون مثالي. اول حاجه، نام الساعه 10 بالليل، وده عشان تدي جسمك وعقلك فرصه يرتاحوا بجد. تاني حاجه، اصحى الساعه 4 وصلي الفجر، دي هي البدايه الصح اللي هيكون فيها البركه والطمانينه لباقي اليوم. تالت حاجه، امشي 30 دقيقه بعد الفجر، شويه حركه في الهواء النظيف هيفوقوا الدوره الدمويه لجسمك كله. رابع حاجه، اقرا كتاب لو حتى 10 دقائق، غذي عقلك بوعي وبمعلومات جديده كل يوم. خامس حاجه، اسمع بودكاست وانت بتتمشى او في المواصلات، استغل وقتك في حاجه تطور من تفكيرك كل يوم. سادس حاجه، بلاش اكل قبل النوم ب3 ساعات، وده عشان تريح جهازك الهضمي وتنام نوم عميق ومن غير كوابيس. سابع حاجه، افصل موبايلك قبل النوم بساعه، ابعد عن الشاشات عشان مخك يستعد للنوم الصح. تامن حاجة، اكتب مهامك من بالليل، بلاش تصحى عشوائي، حدد هتعمل ايه عشان تنفذ ده فورا. تاسع حاجة، اشرب كفايتك من المية، ابدأ يومك بكوباية مية، جسمك محتاج ترطيب طول اليوم عشان تركيزك يكون اعلى. عاشر حاجة، افصل عن السوشيال ميديا اول ساعة في اليوم، بلاش تفتح عينك على اخبار الناس، ركز في نفسك انت الاول. وافتكر ان اليوم المثالي مش يوم مليان انجازات خارقة، اليوم المثالي هو يوم بسيط لكن مريح لعقلك وقلبك.